السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هعمل معاكم الحمام الكداب بطريقة سهلة وبسيطة والطعم روعة. هعمل الخلطة اللي هتبل فيها الفراخ: طماطمية مقطعة، بصلاية مقطعة، قرن فلفل رومي متقطع، هحط ملح، فلفل اسود، رشة قرفة، ومعلقة صغيرة البهارات السبعة، ومعاهم معلقة توم مهروس، وهضرب ده كله كده في الكبة لحد ما انعمه خالص. وبعد كده هفضيه وهنتبل بقى الفراخ انا غسلاها كويس ونقعها في محلول ملح وخل وسكر وميه، وشطفتها كويس وصفيتها. وبعد كده هتبل الجلد بقى من بره ومن جوه، مش هخلي حته فيها مش متبله. التتبيله دي هتفرق قوي في طعم الفراخ، بتخلي طعمها تحفه. وبعد كده هسيبها في التتبيله دي كده لمده نص ساعه عبال ما اعمل بقى الخلطه اللي هنحشي بيها. وفي طاسه على النار هنحط كده معلقه زبده او سمنه او زيت ذره، اللي عندك استخدميه ما فيهاش مشكله خالص. وبعد كده هكون مقطعه الكبد والقوانص. انا بقى دايما بحوش الكبد والقوانص كده بتاعه الفراخ. انا كان عندي 3 كبد و3 قوانص، رحت مقطعاهم صغير كده، ونزلت بالقوانص الاول اديتها تشويحه، وبعد كده نزلت عليها بالكبده. اول ما تشوحوا كويس قوي معايا بصلايه كده مقطعاها مكعبات صغيره، نزلت بالبصلايه عليهم، ونزلت بمعلقه فلفل اسود، معلقه ملح، رشه قرفه، ومعلقه صغيره البهارات السبعه. وهقلب الكلام الحلو ده كده كله مع بعضه. واول ما البصله تدبل هنزل بمعلقه توم مهروس. اول ما اشم ريحه التوم هكون غاسله كوبايه رز، هنزل بيها بقى على الخليط الجميل ده، وهقلبها كده لحد ما اسمع صوت الرز كده بيخروش معايا. يبقى كده الرز هيطلع معايا مفلفل وجميل، مش هيطلع معجن ولا حاجه بس. وهقلب بقى كده حلو قوي. وبعد كده هيكون معايا طماطميه مبشوره، هنزل بقى بيها. بعد كده هطفي النار وهقلب على البارد. وبعد كده هنحشي الفراخ بتاعتنا. مش قادره اقول لكم بقى على الريحه، اللهم بارك، تحفه. دلوقتي بقى يلا نحشي بقى الفراخ بتاعتنا او الحمام الكداب بتاعنا. بصراحة مش بعرف اقول عليه حمام كداب، لان برضه هو فراخ، محدش يقول لي حمام كداب، هو فراخ. هي بقى الفراخ اللي بتكدب دي حاجة تانية. بصوا بسم الله ما شاء الله، هحشيها كده وهدخل كده الرز بايدي. اهم حاجة ما اخليش الرز كتير بره علشان خاطر ما تفتحش مني. وهلم الجلد كده على بعضه زي ما انتوا شايفين بخلة سنان. بعد كده انا بحب اعملها بالخيط بتاع المنجد، بحب اعملها كده زي عرق التريبيانكو علشان خاطر ما تفكش مني ويبقى شكلها حلو. بصوا بقى هنربط بقى كده في اخر الدبوس كده، هنعقد الخيط وبعد كده هنلفه كده باحكام عشان خاطر الخيط ما يبقاش سايب كده على الورك، ويبقى مظبوط كده وملفوف كويس. بصوا طريقة سهلة وبسيطة، بسم الله ما شاء الله، وشكله روعة، بسم الله ما شاء الله. انا خلصت كل الوراك، وبعد كده هرصهم في الصينية كده زي ما انتوا شايفين، وهنزل عليها بكوباية مية، وهنزل عليها بقى برشة قرفة، معلقة ملح صغيرة، معلقة فلفل اسود، البهارات السبعة. وبعدين هحط عليها حبة ماء بقى صغيرين عشان انزل التوابل دي من على الفراخ. وبعد كده هغطيها بالفويل وهدخلها الفرن، تاخد في الفرن ساعة على الرف الوسطاني او على الشبكة. وبعد كده هشيل من عليها الفويل، هتكون هي منزلة سمنة كده، هاخد بالمعلقة واحط على الوراك كده زي ما بعمل دلوقتي. وبعد كده هفتح عليها الشواية، اول ما تحمر معايا خلاص كده بالهنا والشفا. لو عجبكم الفيديو لايك وشير كتير عشان يوصل لناس اكتر. يلا بقى نعمل شوية رز بسمتي كده نحطهم فرشة تحت الوراك بتاعتنا او الحمام الكداب. هنحط معلقة زبدة وعليها معلقة زيت. اول ما الزبدة تسيح كده وتسخن هنزل عليها ببصلاية مقطعة مكعبات صغيرة. وبعد كده التوابل: معلقة ملح، فلفل اسود، رشة قرفة، ربع معلقة بودرة زعفران، نص معلقة صغيرة كركم، ليمونة ناشفة صغيرة، ومكعب مرق الدجاج اختياري. بعد كده هكون غاسله كوبايه رز، انا عايزه اعملها بس فرشه صغيره كده تحت الحمام الكداب، يعني مش عايزه اعمل رز كتير. هغسل كوبايه رز كده، واول ما تخروش معايا هنزل عليها كده بميه مغليه من الكتل، واول ما الرز يشرب ميته على طول هوطي عليه. ودي كانت اكلتي النهارده، ويا ريت لو عجبكم الفيديو لايك وشير كتير، واشوفكم في فيديو جديد ووصفه جديده ان شاء الله.